أفاد مراسل بإن سبورتس في إسبانيا أن تشافي إرنانديز سيكمل عقده على رأس الإطار الفني لبرشلونة حتى عام 2025. القرار جاء بعد اجتماع المدرب الإسباني مع رئيس النادي جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة. استمرار تشافي على رأس الإدارة الفنية للنادي الكتالوني يأتي رغم فشل برشلونة هذا الموسم في الحفاظ على لقب كأس السوبر الإسبانية وخروجه من كأس الملك من دور الثمانية وإقصائه مؤخرا من مسابقة دوري الأبطال من ربع النهائي. ويحتل برشلونة حاليا المركز الثاني في ترتيب الليغا بفارق 11 نقطة عن غريمه المتصدر ريال مدريد بعد خسارة البلاوغران الكلاسيكو الأخير في سانتياغو برنابيو. قائد نادي أتلتيك بلباو الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي. النادي الباسكي أصدر بيانا ذكر فيه أن اللاعب أخبر إدارة النادي برغبته في الرحيل بعد أن قضى 15 عاما مع الفريق الأول، لعب خلالها 557 مباراة، كما يعد إيكر ثاني أكثر اللاعبين ظهورا بقميص بلباو. سيرحل عن صفوف أتلتيك بلباو بعد أن تمكن من قيادته إلى تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا الموسم الحالي. جئت إلى بلباو طفلا في عمر 12 عاما، واليوم بعد عقدين من الزمن تقريبا جئت إليكم لأعلن أنني سأغادر في نهاية الموسم. بعد 15 عاما مع الفريق الأول أغادر الفريق سعيدا بالحلم الذي حققته برفع كأس كوبا 25 وأن نرفع رايتنا لاجابارا بعد 40 عاما من الانتظار. كان أمرا مذهلا الترابط الفريد من نوعه اللامثيل له في العالم بين جمهورنا والفريق. لقد كان قرارا صعبا لكنه الأفضل لي وللنادي، وكما تقول الأغنية التي لطالما غنيناها خلال احتفالاتنا: أعترف أنك الأفضل في حياتي. أعترف أنها كانت أفضل فترة في حياتي. وتقول الأغنية أيضا: ولكن الآن يا عزيزي دعنا نكون أحرارا قبل أن نموت. أنا الأوان لعشقي أن أفترق عنه. فيما تبقى من مباريات سنقاتل كالمعتاد للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. شكرا لكم ودائما وداعا أتلتيك. وشكرا على المتابعة، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا وتشجيعا لنا لتقديم المزيد إن شاء الله.